اوبا، مش عارف ابدا بايه ولا بايه، والله ما عارف اقول ايه. لو جاي اسكندريه وعايز تاكل اكله سمك متينه في شوارع بحري، فعليكوا على اسماك البرنس على طول. ممكن تلاقي مصطفى قمر قاعد جنبك بياكل عادي. تعالوا بسرعه اقول لكم التجربه. اسماك البرنس يا جماعه مكان كده لاكيله السمك، ولا ياخد لك اكله السمك في حته تانية خالص. انا مش عارف اقول ايه اكتر من ان هي وليمه. المكان موجود في بحري جنب فرج ابو خالد، وبالنسبه لي اي مكان في بحري كده كده هيكون مميز، لانها منطقه مختلفه عن اي مكان تاني في اسكندريه بسبب شوارعها الجميل. احلى حاجه في المكان انه مهتم بتفاصيل كل حاجه، وزي ما انتم شايفين اطباق السلطه بتتقدم لك بشكل مميز ومتنوع كده يفتح نفسك على اكل. رصه السمك لوحدها كفايه، هتلاقي كل الانواع اللي انت عايزها. القاروص المبطرخ اللي يتعمل لك سنجاري كده بتتبيله رايقه مع شويه بربون مقلي، واللي شكله وتقديمه الطبق بتاعته بتتكلم لوحدها. وعم الجمبري اللي هتبقى عايز تاكله قبل ما يتسوى اساسا، والجمبري بالنسبه لي يعني باتر فلاي، وهناك بينزلك بالمنظر الرهيب ده مع الصوص بتاعته، ريحته هتجيبك من اخر الشارع. وحقيقي ده من احلى اطباق الجمبري اللي كلتها في اسكندريه. الصبيط كمان عندهم فريش وبيعملوا زي ما انت عايز، ولو طالبوا فاهيتا هينزل لك كده، واظن الريحه وصلت لك. في كمان كابوريا مبطرخه، واحلى حاجه انها بتنزل لك جاهزه على الاكل على طول. وطبعا لو ليك في الجندوفلي فلازم تنقل لك كده شويه قبل ما تاكل. الجندوفلي عندهم نظيف ومعمول كويس كالعاده. بقى في طاجن دايما برشحه للناس، وهو السي فود بالكريمه. الله يبارك له والله اللي جرب يعمل الكريمه مع السي فود ده محتاج اوسكار. انا انبسطت جدا بتجربتي هناك، المكان حقيقي يستاهل. كفايه القعده في شوارع بحري، واكيد هروح تاني ان شاء الله مخصوص عشان الجمبري الباتر فلاي والطاجن دول اكتر حاجتين عجبوني. هسيب لكم الاكونت بتاعهم تقدروا تسالوهم على الاسعار، عشان السمك اسعاره بتبقى على حسب اليوم. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتتابعني عشان تشوف اماكن اكتر.